تفتكر ازاي ممكن تختار الوظيفه المناسبه ليك؟ خليني احكي لك عن يوسف اللي كان محتار بين اكتر من فرصه شغل وازاي قدر ياخد القرار الصح. يوسف كان دايما يقول انا نفسي الاقي شغل يناسبني ويخليني احقق طموحي، لكنه كان بيتردد لانه مش عارف يبدا منين. فكر مع نفسه وقرر يتبع خطه بسيطه وسهله. اول حاجه بدا يوسف يفكر في الحاجات اللي بيحبها. اكتشف انه شغوف بالارقام والتحليل وكان بيستمتع جدا لما يشتغل على اي حاجه فيها تخطيط مالي. ده خلاه يحدد ان الوظائف اللي تعتمد على التحليل هي اللي تناسب اهتماماته. بعدها قرر يقيم مهاراته. سأل نفسه أنا شاطر في إيه؟ لأن عنده قدرة على تفكير منطقي واتخاذ القرارات بسرعة، ودي كانت المهارات الواضحة والمفيدة في مجاله. يوسف ما وقفش هنا، بدأ يستكشف السوق ودخل على مواقع التوظيف وشاف الوظائف المتاحة، وقرأ أكتر عن الشركات اللي بتدور على الموظفين في مجاله، وده خلاه يفهم أكتر عن الفرص المتاحة. ولكن الأهم قبل ما يقدم قرر ان هو يعرف اكتر عن ثقافه العمل في الشركات اللي هو مهتم يشتغل فيها، وسال نفسه هل دي بيئه تناسبني؟ هل بتدعم الابتكار او بتركز على العمل التقليدي؟ كمان يوسف ما اتكسفش ان هو يطلب نصايح من ناس عندهم خبره في المجال. كلم اصدقائه اللي بيشتغلوا في التحليل المالي وسالهم عن تجاربهم وتحدياتهم، والنصايح دي كانت مفيده جدا بالنسبه له. وكمان كلم نفس الناس اللي عندها الخبرات على لينكد ان، وناس كتير جدا ردت عليه. واخيرا لما قدر يلاقي تدريب في شركه متخصصه ما ترددش لحظه. التدريب خلاه يفهم طبيعه العمل عن قرب وحسم قراره بشكل نهائي. النهايه يوسف اختار الوظيفه المناسبه ليه مش بس لانها كانت متاحه، لانها جمعت ما بين اهتماماته ومهاراته وثقافه العمل اللي بيرتاح فيها. انت كمان ممكن تعمل زي يوسف، خد وقتك، افهم نفسك وافهم السوق، وخلي قراراتك مبنيه على فهم كامل. قول لنا ايه اكتر عامل بتحطه في اعتبارك لما تختار وظيفه؟